أن فريق الوداد الرياضي اللي كيحضر لمواجهة فريق الكوكب المراكشي يوم السبت في منافسات كأس التميز في الجولة ديالته الخامسة، ولكن الآن كل الحديث على الميركاتو والأسماء اللي التحقت بالفريق الأحمر. هي كل التفاصيل مستمعة غادي نرجعوا لها معك صديقنا سي محمد بوتوزاز. مرحبا بك. مرحبا بك سارة المستمعين الاوفياء ديال راديو مارس. بالفعل فيمكن الوداد كيحضر المواجهه ديالو امام فريق الكوكب مراكشي بمناسبه ديال دوري التميز، لكن الانظار كلها اتجهت للوداد اليوم لانه خلال الايام الماضيه انه كاين بعض الصفقات الجماهير الوداد دائما تنتظر، وحنا على بعد يعني ساعات قليله من نهايه الميركاتو، والكل ينتظر يعني شنو هي الصفقات اللي غيقوم بها فريق الوداد لتعزيز الصفوف ديالو، خصوصا وانه مقبل على كاس العالم للانديه. وكذلك كاين مساله اخرى انه كاين لاعبين اللي مشاو وكاين لاعبين اللي ما قنعوش المدرب، وبالتالي الجميع ينتظر شكون هما الصفقات وشكون هما اللاعبين اللي غياخذون فريق الوداد. لحد الان اللي كاين او اخر ما كاين هو ميكايل مالسا، هذا لاعب اللي كان كيلعب بريال فالادوليد، لاعب فرنسي، لعب في مجموعه من الانديه، لعب في الدوري الفرنسي، الدوري البلجيكي، لعب في مجموعه من الانديه، ولكن كيبقى التجربه اللي عنده كثيره هي في الدوري الاسباني الدرجه الثانيه. لعب في الباسيتي، لعب في ميرانديس وليفانتي وريال فالادوليد. وان كان يعني الصفقه اللي غنهضروا على هذا اللاعب هذا، ف تقريبا تنهضروا على انه اخر مواجهه ولا اخر ماتش لعبوه فكان نهار 9 12 23، بمعنى تنهضروا على واحد عام وبخاسك شهر اللي ما لعبش هذا اللاعب هذا، ولكن تيبان بانه لاعب اللي عنده تجربه، اللي عنده خبره. الا كان في القمه اللياقه البدنيه ديالو فاكيد غادي يشكل قيمه مضافه لفريق الوداد. ميكايل مالسا جديد واخر انتداب قام به الوداد لحد الان. كاين فهد موفي، هذا اللاعب اللي تم التعاقد معه مؤخرا، لاعب اللي كان في الدوري الكرواتي وقبل منها لعب في مجموعه من الانديه البرتغاليه، لعب في بورتي مونينينشي، لعب في طونديلا، وكانت عنده كذلك تجربه بالدوري الفرنسي، لعب مع اولمبيك ليون وسودون اولمبيك ليون الفريق الرديف ديالو. حاليا فهو يشارك مع فريق الوداد، وسبق له وانه تمت المنادات عليه المنتخب الوطني المغربي. وكاين مهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي. اذا ثلاثه الانتدابات اللي كلها رسميه لحد الان. كاين مفاوضات متقدمه مع مجموعه من اللاعبين. كاين زكريا الدهشوري كيبقى ابرزهم بالاضافه للنوري، فهادو هناك مفاوضات وهناك مساعي قويه من رئيس فريق الوداد باش انه يتعاقد مع هاد اللعابه. كاين كليمون مزيزي، هذا اللاعب اللي الكل يترقب انه يوقع لفريق الوداد، لاعب ديال يونغ افريكانز. وكاين لاعب اخر اللي هو باكا، راميرو باكا، هذا لاعب بوليفي واللي كان صرح يعني في فيديو امام وسائل الاعلام ديال بلادو في بوليفيا بانه تلقى عرض من فريق الوداد، والعرض كان فيه مليون دولار، يعني تنهضروا على مليار سنتيم. يمكن كاقوى صفقه الا تمات ديال هاد ديال لاعب في البطوله الوطنيه، مليون دولار للتعاقد مع راميرو باكا، اللاعب البوليفي، لاعب اللي تيلعب وسط ميدان هجومي، لاعب صانع العاب، لاعب عنده مهارات ممتازه. وحتى اللاعب صراحه عبر على الرغبه ديالو للعب كاس العالم للانديه، لانه من بين الحوايج اللي يخليو انه يوقع الوداد فكونه بغى يلعب لكاس العالم للانديه. اذا كما قلت الداشوري، زكريا الداشوري اللي كيلعب بهولندا تا هو، ولكن يمكن المطالب الماليه ديالو، لانه الان تنهضروا على مطالب ماليه، لانك ملي غتستقطب هذه اللعابه فاكيد غتكون يعني خص فلوس، خص اموال كثيره، لانهم لاعبين في المستوى الكبير واسماء وتيلعبوا، ما جبتيش لاعبين عاديين. وهذا ما كيخلي انه حتى المطالب الماليه يمكن تقدر توقف عثره في المفاوضات مع هاد اللاعبين. كاين المفاوضات اللي كانت مع حمزه النوري بنسبه كبيره فباءت بالفشل، واللاعب يعني ما غاديش يلتحق بفريق الوداد. فهذا هو الجديد ديال فريق الوداد فيما يخص الانتدابات الاخيره ديال الفريق. بالنسبه للامور التقنيه فالفريق رجع للتدريب، كانت عندهم عطله، كانوا ريحوا تقريبا 6 ايام، خذوا عطله، ومن بعد
فالكل الان حاضر، الكل الان كيستعد. كاين لاعبين جدد كاملين فحاضرين مع فريق الوداد وكيقوموا بالتدريب ديالهم استعدادا لهذا الماتش هذا. كاين مساعد جديد اللي التحق بفريق الوداد، لا بن عبيد لا مالسا لا الموفي، فكلهم الان كيترينوا مع فريق الوداد استعدادا للماتش امام فريق الكوكب المراكشي. وما نساوش كذلك الدوره 20 اللي غادي تكون ان شاء الله في الاسبوع القادم. سنهضروا على لو 7 ولا لو 8 في الشهر الثاني غادي تكون الدوره رقم 20 في البطوله الوطنيه الاحترافيه. اذا ابرز ما يمكن نقوله بانه ساعات قليله على اقفال الميركاتو. نعم. وفي اي لحظه نقدروا نسمعوا صفقه اخرى لفريق الوداد الرياضي اللي خصو صفقات باش يوجد مزيان لكاس العالم للانديه. نعم، شكرا لك سي محمد بوتوزاز اللي قربتنا من اخر اخبار فريق الوداد الرياضي. كيف ما ذكرتي يومين كتوصلنا على نهايه فتره الانتقالات الشتويه.